النجم المتألق دائما عصام السقا، بقول لك مليون مبروك على جايزة أفضل ممثل. الله يبارك فيك، مبسوط ان انا معاكم النهارده والله، ربنا يخليك. الله يخليك، ما شاء الله، يعني من نهاية رمضان اللي فات وانت مكسر الدنيا وحاصد معظم الجوائز في أغلب المهرجانات، فإحساسك بده إيه؟ والله توفيق ربنا طبعا، وانا اولا يعني اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب على توفيقك وعلى كرمك. مبسوط طبعا ان انا موجود النهارده. بشكر طبعا الجمهور الكبير اللي دايما بيدعمني، دايما في ظهري، بشكر على دعمهم وتصويتهم. يا رب يكتب لنا التوفيق والخير دايما يا رب. طبعا كان ليك أكتر من عمل في 2025، إيش إيش والعتاولة وغيرها طبعا من الأعمال الجميلة. شفت ردود الأفعال على الأعمال دي إزاي؟ وإيه أكتر عمل حسيت إن هو سمع مع الناس بصراحة؟ والله لا، هما الاثنين الحمد لله ربنا كتب لي التوفيق، سواء في فهد البطل وفي ايش ايش. الحمد لله المسلسلين كسروا الدنيا، نجحوا نجاح عظيم جدا جدا. يعني كان في توفيق كبير جدا من ربنا، الحمد لله، ربنا يديم علينا نعمة التوفيق يا رب. يا رب. الفوتو سيشن الأخير كسر الدنيا مع الحصان، هو اسمه إيه؟ صقر. صقر. متابع انت؟ قول لي بقى الفكرة جت إزاي ونفذتها إزاي؟ لا خالص ولا اي فكره، ده مصورينها بموبايل عادي، مش في السيشن يعني خالص. جت بايلوت؟ كنا في الصحراء وقعدنا نلعب يعني. جميل. أنت أصلا بتحب الخيل وفارس يعني. برب الخيل يعني، انا برب الخيل الحمد لله، وبحب جدا الخيل من زمان، من صغري يعني. جديدك إيه بقى في 26 إن شاء الله؟ ان شاء الله عندي مسلسل علي كلاي باذن الله مع احمد العوضي. عندي مسلسل تحت الحصار عن اهالينا في غزه مع منى شلبي وإياد نصار، اخراج دكتور بيتر ميمي. يا رب يكتب لنا التوفيق والنجاح يا رب. يا رب. مبروك.